السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، لماذا عمر بن الخطاب يستخدم الدرة؟ الدرة هي عودة يضرب بها العالم. ليش عمر بن الخطاب يستخدم الدرة؟ هاي معلومة يمكن أول مرة تسمعونها. يستخدم الدرة لأنه هو تعود على هالدرة. هو الرجال كان دلال مال حمير، رجال يبيع حمير. يعني إذا واحد، تكرمون طبعا، إذا واحد يريد يبيع الحمار ماله، يجي عمر يتدخل يقول له أنا أبيع لك، وينطيه مبلغ معين، دلالية مال بيع المطايا. فهذا من كثر ما متعلم على هاي الشغلة، على بيع الحمير وعلى سوق الحمير، تعلم يشيل الدرة، تعلم يشيل الدرة. شاهدي أني بأنه عمر متولع ببيع الحمير عندما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى صلاة الجمعة، تلهيهم الصفق بالأسواق. عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الصلاة في يوم الجمعة، تلهيهم الصفق في الأسواق، ومن ضمنهم هو هذا عمر متولع ببيع المطايا. يعني إذا ما يبيع مطايا، إذا ما يشوف المطايا، إذا ما يستخدم هاي العودة مالته الدرة، يعني ما يعيش، ما يرتاح نفسيا. هذا السبب اللي قضى عمره يستخدم الدرة، وقام يستخدمها على البني آدمين، وقام يستخدمها على الصحابة. هذا عمر رجال فظ غليظ. حتى عندما أبو بكر ولاه الخلافة، قالوا له الصحابة، قالوا له أنت تولى علينا فظ غليظ. ما رادوا. هسه هو رمز عندكم وعندكم ما أدري شنو. وأصلا هو رجال تربى. أبوه شنو؟ أبوه حطاب، قسما بالله حطاب. رجعوا للتاريخ، أبوه حطاب، خلوا له نقطة سوى حطاب. شنو السالفة؟ يعني حتى هاي ما يصير. أبوه حطاب، عمر بن الخطاب سوته خطاب، على أساس عود يروح يقضي المشاكل ويروح يخطب ويصالح قبيلتين، ما أدري شلون. عود عنده فن الخطابة. قسما بالله مو فن الخطابة، فن الحطابة عنده فن الحطابة، سويتوها فن الخطابة. ما يصير. عمر قضى عمره يشرب عرق، والله العظيم قضى عمره يشرب عرق، حتى بآخر حياته طلب النبيذ. سويتوه فد مرة. عمر واحد يشرب من الوعاء مالته خمر، إعرابي شرب من الوعاء مالته، رجعوا لأسئلة كتبكم، شرب من الوعاء مالته سكر. جلد عمر، أقام عليه الحد، قال له أنا شربت من الوعاء مالته. قال له أنا ما جلدتك أو ما حديتك على مود شو اسمه الشرب، لكن حديتك على السكر. يعني عمر ما يشربه، ما يكاسره. عمر يشربه بدون. فذاك الإعرابي ما يتحمل هذا الوعاء الخمر مال عمر، ما يتحمله لأن ما مكاسر. عمر ما يكاسره، يشربه ساده. وش خرج لنا هاي قتل. هذول هسه القتله، هسه اللي بسوريا اللي يقتلون على الهوية، لا رباط عمر هم مجرى